الو، ازيك يا هايدي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ وحشاني. ازيك يا رضوى، عاملة ايه؟ وحشاني اكتر يا روحي. الف مبروك يا روحي على الموبايل الجديد والعربية الجديدة اللي اشتريتيهم بعد ما اشتريتي الفيلا اللي في الساحل. في ريحه شياط ودخان من الشقه. اقفلي الشقه بتولع، عندك منك ربنا. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا وبيتكرر تقريبا بشكل يومي معانا مع الاهل والجيران والاصدقاء وزمايلنا في الشغل، وهو موضوع الغيره او اللي بنقول عليه نفسنا. والموضوع ما وقفش لحد هنا وبس، ده اتطور لموضوع الحسد. وكلنا سمعنا عن اليوتيوبر مصطفى حفناوي واللي حصل له، وناس كتير ربطت سبب وفاته بالحسد، مع ان ده عمره وربنا كاتبه له ملوش علاقه بالحسد. وكتير مشاهير حصل لهم نفس المواقف اللي ربطوها برضو بالحسد. الموضوع وصل لشكل مرعب، ان البني ادم بقى يحسد الشخص التاني لمجرد انه حاسس بالنقص او حاسس ان هو احسن منه في حاجات تانية كتير. طيب تعالوا نفكر سوا كده، هل ممكن لو واحدة شايفة حد أحسن منها في حاجة أو محبوبة من الناس أو ناجحة في شغلها أو ناجحة في أي حاجة في حياتها تحسدها لدرجة إن هي تأذيها وتبعت لها زي طاقة سلبية وتأثر على حياتها؟ ده ما وصلش لكده بس، ده وصل لدرجة كمان إن ممكن تعمل حاجة زي بيسموها في السايكولوجي إسقاط، إن هي ممكن تقلب الترابيزة وتعكس الآية وتتهمها إن هي اللي بتحسدها، وبيعملوا اسقاط عشان يداروا غيرتهم وحسدهم ليكي. وفي حاجه كمان، نقطه كمان ما بنتكلمش فيها، وهي ان غيره البنت على حبيبها او على خطيبها او على جوزها ما تجيش 1/1000 من غيرتها من بنت تانية احسن منها في حاجه، وبتوصل ان هي بتبقى عايزه تفسد لها حياتها. ان هي لو مثلا شافت علاقتها بجوزها كويسه او علاقتها بحد كويسه بتفسد العلاقه، بتوقع ما بينهم، بتعمل مشاكل. كل ده ليه؟ ما فكرناش هي بتعمل كده ليه؟ هل كل ده عشان في فرق مثلا في مستوى اجتماعي، مستوى ثقافي، مستوى علمي؟ طب ما ربنا خلقنا مختلفين عشان نكمل بعض، ودي سنن الحياة. انت ممكن كمان تلاقي نفسك في شخص حسدتيه من غير ما تحسي او تاخدي بالك، او حسدتي نفسك على حاجة عملتيها كويس قوي، على فستان جبتيه حلو واتقطع، او شغل عملتيه كويس قوي وما كنتيش متخيلة انك هتقدري تعمليه بالشكل ده وتقولي يا سلام عليا. بس الحلو والظريف في الموضوع ده ان انت على الاقل تبقي حسدتي نفسك، ما يحسد المال لاصحابه. وفي انواع كمان غيره تانية ما بنتكلمش عنها، زي ما بنغير على حاجه او بنغير من حاجه بنغير على حاجه برضو. يعني في بنات بتغير على باباها على مامتها، في بنات بتغير على صاحبتها ان نزلت من غيرها راحت من غيرها، توصل كمان لدرجه الخصام والزعل وان هم يقطعوا مع بعض. كل ده بسبب الغيره. وما اتكلمناش عن حاجه تانية برضو مهمه، يعني في مثلا غيره الرجاله بتبقى اقوى واعنف بكتير، سواء حب او نفسنا، لان اوقات كتيره بتبقى الغيره نابعه من حاجات كتيره معينه، بس الراجل بيبقى اعنف في غيرته. وبالرغم من ان الغيره مرتبطه بالستات، الا اننا لو رجعنا لبدايه الخلق هنلاقي غيره قابيل من هابيل لما قتل اخوه، وغيره اخوات سيدنا يوسف منه لما اختلقوا قصه وقالوا لسيدنا يعقوب ان هو ضاع، واختلقوا قصه عشان يكذبوا. فالغيره موجوده من زمان. طيب احنا عايزين نفكر شويه، بدل ما احنا بنوظف طاقتنا السلبيه دي ان احنا نغير ونحسد ونأذي الناس بافعالنا وبنعمل مشاكل ونفسد العلاقات، طب ما نوظفها لطاقه ايجابيه، نوظفها ان احنا نحاول ان احنا ننمي من نفسنا، نشوف الشخصيه اللي قصادنا حلوه في ايه، ناجحه في ايه، بدل ما نحسدها نحاول نبقى زيها، نضاهيها، ننافسها، نحول الغيره دي لمنافسه شريفه، ان احنا نحسن من نفسنا. على الاقل لما كل واحد يحسن من نفسه هنعلى بالمجتمع، هيبقى كل فرد ليه اولويه في ان هو يعلى بحياته ويتقدم، لان هو بيفكر في نفسه وفي غيره، وان هو عايز يحسن من نفسه، مش مجرد بس غيره وخلاص، مش مجرد ان انا ابقى داون او ادي طاقه سلبيه للشخص اللي قصادي واللي انا بحسده. بالتالي نعيش كده حياتنا تبقى احسن. ودلوقتي هنشوف السينما والدراما المصريه تناولوا موضوع الحسد والغيره ازاي. شايفه البنت المضيفه ب100 راجل، راحه جايه راحه جايه، صحتها بوم. اشوف فيك يوم قل اعوذ برب الفلق. النهارده الخميس وهخلي ايامك كلها نور. ايه ده؟ وبعد ما شفنا ازاي السينما والدراما المصرية تناولت موضوع الحسد والغيرة، وقبل ما نسيبكم عايزينكم تروحوا البيج الخاصة بالبرنامج عشان نشوف مين الفايزة النهاردة. كل اللي عليكم ان انتوا تعملوا لايك وشير عشان تكسبوا معانا هدايا كتير اللي ملهاش عدد. وهستناكم الحلقة اللي جاية. انا رضوى البارودي، باي باي.